الناس المحترمين، أستاذ إبراهيم الصياد أستاذي ومعلمي، وأنا تتلمذت على يدي. تمام. طبعا قناة النيل للأخبار إحدى مكونات قطاع الأخبار، فبتخضع لرئاسته. كل الأخبار التي تذاع على القناة الأولى صادرة من قطاع الأخبار. كل الأخبار التي تذاع في الإذاعة المصرية صادرة من قطاع الأخبار. تمام. يعني في وحدة القيادة في إصدار الأخبار. فخرجت جميع النتائج على التلفزيون المصري وعلى قناة النيل للأخبار كاذبة كذبا كاملا. تمام. كلها. لأن المصدر هو الإخوان المسلمين. إخوان المسلمين لعبوا لعبة أنا هشرحها لكم دلوقتي، بس بعد ما نستكمل بقية القنوات الفضائية. القنوات الفضائية الخاصة تتبارى، كل قناة عمالة تجري علشان تعلن نتائج دون التدقيق في صدق هذه النتائج صحيح. ودون التحقق من مصدرها. ده تفسره بيه يا دكتور؟ أفسروا بأنهم جميعا ليسوا رجال إعلام بالكامل. هم هو يجب أن يقدموا برامجهم في، يعني في ناس كده بتبقى تغني في الحمام، يقول لك أنا عايز أبقى مغني، فيقوم يطلع في الحمام وهو بياخد حمام شاور كده يغني. هم دول المفروض أن ينتقلوا إلى الحمامات بتاعتهم علشان يقدموا فيها برامجهم، ومعهم فريق التحرير اللي معاهم. مش عايزين نحمل المذيع المسؤولية كاملة. احنا بنتكلم كلام علمي، لأن أنت سألتني قلت لي كرجل إعلام، فمش عايزين نحمل المذيعين كلهم المسؤولية. تمام. يعني مش هنحمل عماد أديب المسؤولية، مش هنحمل خير رمضان المسؤولية، مش هنحمل لميس الحديد المسؤولية، مش هنحمل باقي مقدمي البرامج أيا كانوا المسؤولية. إنما الذي يتحمل المسؤولية كاملة هم رؤساء تحرير هذه البرامج، الذي هم وفريق العمل من المحررين الذين يعملون معه. جميعهم فاشلين، جميعهم لا يصلحون للعمل. بس عشان نقول كلمة لله، احنا بنشهد شهادة حق. تمام. المذيع بيقرأ اللي بيجيله من التحرير، فهو شايف الشاشة عمالة تعلن وقدام منه ورق، فبيقول. انما هو مش مسؤول مسؤولية كاملة، هي مسؤوليته جزئية، لان هو من المفترض ان هو اخر ترس في ماكينة الانتاج بتاع البرنامج. المذيع هو اخر ترس في ماكينة انتاج البرنامج، وهو الترس المفضوح. يعني ايه المفضوح؟ اللي الناس كلها بتشوفه وبتسمع منه. فواجب عليه، زي ما احنا درسنا في إدارة الإنتاج في الدكتوراه، في حاجة اسمها الإنتاج وإدارة الإنتاج. فاحنا درسنا في الإنتاج البرامجي وظيفة كل واحد، وكيف يستطيع كل واحد بوظيفته اللي هي مكونات الإنتاج بتاع البرنامج إنه يكون مبدع ويكون محل ثقة للمشاهدين. تمام. المخرج في دوره